اكيد بتشوف التراك دون بس ما بتديلوش اي اهتمام، وده اسمه اوديو ليفل ميتر، باختصار بيقيس لك قوه الصوت بحاجه اسمها الدي بي. وعشان تطلع صوت مظبوط لازم تعرف تفهمه بشكل صح، وده بيكون على حسب مستوى الاشاره طالعه لحد فين. فعندك من سالب 60 لسالب 24 ده يعتبر صوت ضعيف او مكتوم، ومن سالب 24 لسالب 12 ده يعتبر صوت خفيف وينفع للمؤثرات الصوتيه او للموسيقى اللي في الباك جراوند. بعد كده من سالب 12 لسالب 6 ده يعتبر الصوت المظبوط لو حد بيتكلم. يعني لو بتسجل انترفيو او بودكاست حاول تخلي صوت الشخص دايما من سالب 12 لسالب 6، وبيختلف حسب التون بتاعه. ومن بعد السالب 6 كده الصوت في خطر وممكن يعمل كليبنج، بمعنى يعمل ديستورشن في الصوت ومش تقدر تسترجع البيانات دي في الايديت. ولو الخط وصل للصفر ده معناه ان الصوت ده بايظ وما تقدرش تصلحه خالص، ومهما حاولت تظبط فيه هتلاقي الديستورشن مش هتسيبه ابدا. يبقى وزعها صح، حد بيتكلم يبقى من ماينس 12 لماينس 6، موسيقى في الخلفية من ماينس 18 لماينس 24، مؤثرات صوتية من ماينس 18 لماينس 10 وحسب الشدة بتاعتها. ولو الشوت سكوت ومفهوش أصوات يبقى لازم أقل من ماينس 40. وحاول تسمع الصوت بتاعك على أكتر من جهاز زي الموبايل أو اللابتوب أو تلفزيون أو سبيكر عشان تتأكد إن صوتك طالع مظبوط. وبس، لو مهتم تتعلم تصوير اعمل لي فولو.